نشكر الله على هذا اليوم المبارك الذي يكتب في تاريخ كنيستنا القبطية، وبالأخص تاريخ ديرنا العامر دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس. ونقدم بكل شكر إلى سيدنا قداسة البابا لهذا الاختيار المبارك من الله لرسامة سيدنا الأنبا ديوسكوروس أسقفا لديرنا العامر وراعي لنا. وكما دعوتنا وسمعنا أن سيدنا قداسة البابا في رسامة الآباء الأساقفة أو للآباء الكهنة يقول إني أفكر كثير جدا قبل هذا الاختيار، وأصلي كثير جدا جدا قبل هذا الاختيار. فنشكر الله ونشكر سيدنا قداسة البابا على هذا الاختيار المبارك من الله. نحن كنا بعد نياحة سيدنا نيافة الأنبا ميشائيل كنا نصلي جميعا في القداس ليقم الله لنا راعيا ليرعى شعبه. وكانت كل الطلبة للآباء الكهنة وكل شعب الأبرشية ليقم الله لنا راعيا ليرعى شعبهم. وكان لآباء الرهبان في ديرنا العامر طلبة خاصة في قلوبنا ويكون قلبه مثل قلب الأنبا ميشائيل في طيبته وحنانه ورعايته وإبوته وتسامحه وطول أناته. وكنا نقول الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. الله يسمع هذه الطلبة والصلوات من آباء الرهبان الدير ويستجيب ويرسل لنا هذه العطية المباركة هو سيدنا نيافة الأنبا ديوسكورس المعطى بالنعمة نتيجة صلوات كل الآباء الأبروشية وكل الشعب المبارك وكل آباء الدير العامر بالطلبة والصلوات المعطاة واليد المرفوعة إلى السماء. ونجد أن الآباء الرهبان يصلوا ويطلبون إلى الله، وسيدنا قداسة البابا يصلي ويختار من الله، والله يسمع ويستجيب لهم. ونشكر أيضا سيدنا نيافة الأنبا ديوسكوروس على محبته وطاعته لقبول هذه المسؤولية الكبيرة والمهمة جدا، والمسؤولية وطاعته لقبول هذه المسؤولية. الله يسمع ويستجيب، والآباء الرهبان يطلبون ويصلون، وسيدنا قداسة البابا يصلي ويختار. نشكر الله ونشكر سيدنا البابا ونشكر سيدنا نيافة الأنبا ديوسكوروس ونشكر آباء الرهبان الدير لصلواتهم واحتمالهم وتمسكهم بديرهم بالمحبة للدير ولسيدنا نيافة الأنبا ميشائيل الذي نعلم جيدا أن روحه وشفاعته في ديره الذي تعب فيه بتأسيسه ومؤسس هذا الدير. ونجد في تشابه كبير في الحياة بين سيدنا نيافة الأنبا ميشائيل والأنبا ديوسكوروس. ونتيجة الصلوات بتاعت الآباء أقل حاجة يبعتها لينا ربنا إن هو يكون نفس يوم تجليس سيدنا نيافة الأنبا ميشائيل هو نفس يوم تجليس سيدنا الأنبا ديوسكوروس. يعني بيقول لنا هو نفس القلب ونفس الرعاية ونفس القلب. نشكر الله لرعايته ونشكر الله واثقين ان هو قبول صلوات اباء الرهبان ومجمع رهبان الدير لاختيار الله صالح واب لنا يرعانا ونلتجئ فيه في وقت الضيق وفقد الشده. نشكر الله على محبته الكبيره. نشكر الاباء الاساقفه الذي نفتخر بهم وتفتخر بهم كل الكنيسه، والذي تبارك بهم الدير، وكما نقول أرض الدير تباركت بأقدامهم المباركة، وقلال والمباني كل مباني الدير تباركت بهم. أباء أجلاء أحباء نرى في وجوههم صورة المسيح الحية، ونرى فيهم رائحة المسيح الزكية في خدمتهم ورعايتهم ومحبتهم الذي يخدموها للكل ومحبين للكل. نشكرهم جميعا لمحبتهم ووجودهم معنا ونتعلم منهم الكثير والكثير والكثير. نشكر شعب الأبروشية المبارك الذي دائما كان مصليا ليقم الله راعيا صالحا،
ونسمع جميعا هذه الطلبة من كل شعب الإبراشية، وفرحنا جميعا بحلول سيدنا نيافة الأنبا ديوسكورس باختيار من السماء. فيه كثير من سيدنا الأنبا ميشائيل نفس التاريخ ونفس تاريخ 5/8 عيد رهبنة سيدنا الأنبا ديوسكورس، وهو برضه عيد 6/8 عيد ميلاد سيدنا الأنبا ميشائيل، و5/8 عيد نياحته. يعني التواريخ قريبة من لهم تواريخ مشتركة، ولهم الاشتراك في الحياة الدراسية قبل الرهبنة في نفس الجامعة تقريبا ونفس المؤهل الدراسي، فيشترك كل منهم في المؤهل الدراسي سيدنا الأنبا ميشائيل والأنبا ديوسكورس. ولهم في الحياة الروحية صفة أو فضيلة أنا شفتها في سيدنا الأنبا ميشائيل وفي الأنبا ديوسكورس: مستمع جيد بقلب محب. مستمع جيد لأب المحب، يبحث من يستمع إليه عن حل لهذه المشكلة مهما كان من تعب ومشكلة كبيرة. ممكن ما تكونش المشكلة ليها حل في الوقت دوت، لكن الإنسان يخرج من أمامهم وهو ممتلئ بالسلام وممتلئ بالهدوء والطمأنينة، واثق إن ربنا هيتدخل في هذه المشكلة ويحلها نتيجة هذه الاجتماع وهذه الجلسة مع سيدنا نيافة الأنبا ميشائيل. وطبعا بتبقى أنا جربتها مع سيدنا نيافة الأنبا ديوسكورس. أعرفه من كثير قبل ما يبقى سيدنا، فكان يجي كتير موجود معنا في الدير، فكنت أتواصل معاه كتير وكنت أخذ منه الإرشاد والنصيحة كأخ كبير لنا ولديرنا العامر. فأصبح الآن الأخ أصبح أب راعيا لنا ولديرنا العامر، ونشكر سيدنا على محبته ورعايته، ونطلب أنه يا سيدنا أنه هي كما كان ديرنا العامر منارة لكل أقباط أوروبا في عهد سيدنا الأنبا ميشائيل، أن واثقين في رعاية الله وبصلوات نيافتكم وفي صلوات آباء رهبان الدير أن تكون شأن الرهبنة القبطية في ألمانيا وكل أوروبا في ازدهار وعلو ومنارة تعلو وتعلو أكثر في عهد نيافتكم المبارك. ونحن يا سيدنا رهبان الدير العامر دير الأنبا أنطونيوس بكل خضوع وكل محبة، كما كانت هذه المحبة تتواجد في سيدنا نيافة الأنبا ميشائيل، تزداد وتزداد أكثر وأكثر في شخص نيافتكم المبارك، أولادا مطيعين لنيافتكم. نأمل في رعايتكم المباركة بأمان ورعاية وسند وأب حقيقي لنا. نشكر سيدنا ونشكر كل الآباء الحاضرين الذين تبارك الدير بأقدامهم المباركة، ونشكر سيدنا الأنبا أنطونيوس الذي أصبحنا الآن أحفاده أولاد ابنه. ونشكرك يا سيدنا، ونشكر على فتح لنا دير الأنبا أنطونيوس للزيارة والتبارك من دير الأنبا أنطونيوس. نشكر سيدنا الأنبا برنابا على تعبه معنا خلال هذه الفترة الانتقالية، والأنبا دانيال لرعايته ومحبته وسؤاله دايما على أولاد الرهبان في كل وقت وفي كل زمن، ما يتأخرش علينا. ونشكر آباء الرهبان طبعا على اتحادهم ومحبتهم وحفاظهم على ديرهم العامر. نشكرك يا سيدنا لمحبتك وطاعتك لتحملك لهذه المسؤولية، ونطلب منك دايما يا سيدنا ان انت تذكرنا دايما في صلواتك وترعانا بقوتك ومحبتك الغالية. شكرا يا سيدنا.